ازاي يا معلم تخلي شاشه موبايلك الريلمي سريعه وناعمه زي الايفون حتى لو شاشتك 60 هرتز بس؟ معاك موبايل ريلمي، واجهه ريلمي خفيفه جدا بس انت لسه ما استخدمتش السرعات الحقيقيه. النهارده هكشف لك 3 اسرار مخفيه عن النظام هترجع لك جهازك طلقه وهتضيف لك عمر البطاريه. ركز جدا في الميزه الثانيه لانها اختراع بيسرع الشاشه. بتلعب جيمز يا باشا، الموبايل يسخن منك فجاه او البطاريه بتطير منك وانت قافل الشاشه. الحل في التجميد. صلي على النبي وتعالى اوريك الطريقه ازاي. بص يا معلم، هتروح داخل على الاعدادات، هتخش على البطاريه، اعدادات توفير الطاقه، هتروح داخل على التجميد السريع للتطبيق. اي تطبيق شغال بالنسبه لك ملوش لازمه هتروح عامله كده فتحه كده، هيوقف استخدام البطاريه دي تماما وهتوفر. الميزه دي بتعمل لها شلل تام في الخلفيه وتمنعها تسحب من الرامات او البطاريه. جربها وشوف البطاريه تقعد معاك كام يوم، واحفظ الفيديو عشان هتحتاجه. ما تنساش تعمل متابعه لاخوك محمد صلاح عشان التريكات اللي جايه اقوى من كده بكتير. ازاي يا معلم تخلي شاشه موبايلك الريلمي سريعه وناعمه زي الايفون حتى لو شاشتك 60 هرتز بس؟ صلي على النبي وتعالى برضه اقول لك ازاي. اول حاجه هتخش على الاعدادات، حول الجهاز، رقم الاصدار، هتدوس عليه 7 مرات، تروح عامل الباسورد بتاعك كده، هترجع تاني، هتروح داخل على النظام والتحديثات، خيارات المطور، تنزل تحت خالص لحد ما تلاقي حجم الرسوم دي هتخليها نص واللي بعديها نص. اول 3 خيارات كده هتروح مخليهم نص وشوف فرق في السرعه وادعيلي. الحركه دي بتجبر النظام انه يديك اقصى نعومه ممكنه في السحب والتنقل بين التطبيقات. جرب تقلب في الموبايل دلوقتي وقول لي حسيت بالفرق ولا لا. شارك الفيديو عشان تفيد غيرك، ولو لسه ما عملتليش متابعه اعمل متابعه عشان والله هتستفاد جدا. اسرع طريقه تفتح بيها اي تطبيق مصغر على تطبيق كبير في تليفونك الريلمي. صلي على النبي وتعالى اقول لك ازاي. الميزه دي هتنجز معاك لو بترد على رساله وانت بتتفرج على فيديو. اكتب لي في التعليقات ظبطت معاك ولا لا، وما تنساش تتابع اخوك محمد صلاح. مش كل شويه اقول لك بقى تابعني، يلا خش تابع. ب3 خطوات اللي انا قلتهم لك دول انت كده خدت اقصى اداء من واجهه ريلمي. طبقهم دلوقتي وادعي لي عشان تعرف اسرار تانية اكتر وتستفيد من جهازك.